شرفتوني ونورتوني. عاملين ايه؟ اول حاجه انا جايه النهارده اتكلم على جميع انواع الديودرنت الجديده، اجدد حاجه في السوق، وفي حاجات انتوا اول مره النهارده هتسمعوا عنها سعرها معقول جدا وكويسه جدا وبتجيب نتيجه رهيبه. لو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. ويلا بينا نبتدي على طول. اي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت، انستجرام، فيسبوك، كمان سناب شات، كل اللينكات موجوده تحت الفيديو حالا. بعد ما تخلصي الفيديو روحي اعملي فولو عليهم، ويلا بينا نبتدي على طول. شوف اعلاناته، هو ديرما اكتيف، طبعا عامله كذا كده كذا نوع منه حلوين جدا زي ما انتم شايفين. طبعا انا يعني حاولت ادور على حاجه من غير ريحه، تقريبا لسه ما عملوش. هم عملوا 3 انواع اللي انا شفتهم، الاخضر والبينك وكمان الازرق. هم مروائح بس مش الروايح القويه اللي تزعجك. انا بقى حصل معايا ايه، هو حلو جدا وجميل وكل حاجه، بس يعني مش يقعد معاكي فعلا 24 ساعه. انت تصحي من النوم الصبح تحطيه، ترجعي لما تاخدي شاور تحطي تاني، لو هتاخدي شاور تحطي تاني. ده طبيعي معروف، مفيش حاجه بتقعد الفتره دي كلها. مين ستارفل؟ ستارفل ده حبيبي، ده بصوا ده الطب بالنسبه لي. يعني انا الف وارجع لستارفل ده، استحمى اخد شاور، بصوا اقعد طول النهار في الحر، مفيش ريحه، مفيش عرق اصلا، المنطقه دي جافه، بتبسط قوي منه بجد. انا لما بجرب حاجه جديده والاقي الموضوع كده ما نجحش ارجع له على طول. تاني شركه طبعا نانو تريد، خطيره خطيره خطيره. انا من كتر ما انا بحب الشركه دي، انا بحب السيرم بتاعها جدا، بيجيب نتيجه، وبحب طريقه التغليف بتاعتهم قوي. طريقه التغليف بتاعت السيرم عامه ما بيدخلش هواء، فبالتالي السيرم بتاعك بيور، ما فيش نقطه هواء دخلت فيه ولا اتاكسد ولا حصل له اي حاجه. فيتامين سي والنسرامات وكمان الريتينول انا بعشقهم جدا جدا. تخيلوا عملوا ديودرنت وعملوه ايه بريحه الورد البلدي. انا ما بحبش الروايح، حبيت بيفتح وريحه كويسه وبيزيل العرق. واللي عندهم فرط تعرق، العرق عندهم كثيف قوي، المنطقه دي بتعرق جامد قوي، بتقل. انتي ماشيه بارفان في الشارع والله، حتى العرق اللي بيطلع منك ده ريحته حلوه. انا بجد والله العظيم استغربت لما جربته، حلو قوي. انتوا عارفين الاثنين مع بعض دلوقتي سعرهم كام؟ سعرهم 200 جنيه. العبوه اللي قدامكم دي موجوده في صيدليه العازب، يعني مالكيش حجه. ده حلو قوي قوي قوي، عنده جميع انواع الاذواق من الروايح، فدي حاجه كويسه. طبعا هو ما بيقعدش 24 ساعه، لا وما بيفتحش. يعني الاثنين دول لا بيفتح ولا بيقعد 24 ساعه. يعني قعد معايا بالظبط تقريبا 10 ساعات او 12 ساعه، 12 ساعه بالكتير. بدات احس ان ايه، لا مفعوله بدا يروح والريحه بتاعته اختفت. فانت ممكن تجيبيه لو انت بقى صغنطوطه كده وبتروحي المدرسه، مش عندك ريحه عرق الجامده بتاعت كل يوم، فانت عايزه حاجه بس خفيفه كده تديكي ريحه حلوه، مش ريحه قويه جدا تقعد معاكي فترات طويله وانت بتشتغلي او عندك جامعه او الجو ده. فده ممكن تجيبيه، هينفعك قوي بسعره رخيص. ده سعره 90 جنيه، فكويس جدا للبنانيت كده الصغننه اللي بتبتدي تستعمل، اللي لسه بتستعمل مزيلات عرق جديده ولسه بتبتدي في الموضوع، ممكن تستعمل ده، هينفعها جدا وحلو قوي قوي. الديودرنت ده انا كنت بستعمله زمان قوي، كان عندي حبوب كتير قوي في المنطقه بتاعت تحت الابط، فكنت لازم استعمل حاجات طبيه وفي نفس الوقت ما تطلعش ريحه، عشان طبعا بحط الكريمات وبحط بغسل وبعمل. فطبعا الحبوب زائد طبعا الريحه فريكشن ده ساعتها الدكتور قال لي عليه، وكانت تقريبا مكوناته طبيه او هو طبي حاجه زي كده، ومنع فعلا الريحه وقلل الالتهابات جدا جدا، وحسن لي المظهر قوي تحت الابط عندي. فبتقول لكم عليه كان الاول سعره 250 جنيه، دلوقتي سعره 153 جنيه. معرفش هم غيروا العبوه ولا عليه خصم. فدي انا لقيته بالصدفه كده وانا رايحه اشتري طبعا في صيدليه العزبي، انا لقيته بالصدفه. فده حلو بالنسبه لكم جدا لو انت المنطقه دي عندك غامقه او عندك التهابات فيها او عندك تسلخات فيها من غير ما يحصل تحسس اكتر. ده حاجه تعملي توازن كويس قوي، علشان في ناس كتير قوي ما بتتكلمش عن الموضوع ده، والناس لما بتلاقي التهابات او حبوب بتبطل تستعمل اي مزيل عرق او اي حاجه، فالموضوع بيقلب ريحه صعبه جدا. انا ما اعرفش ليه ما حدش بيتكلم عن انفينيتي خالص. انفينيتي في منتهى الجمال وحلوه جدا فعلا للولاد والبنات والشباب والصغيرين والكبار والستات والبنات، حلوه جدا وعجباني جدا، وبتقعد فعلا 24 ساعه، وناعمه جدا على البشره وبتفتح البشره، وسعرها حلو جدا. يعني سعرها 100 جنيه، انا ما اعرفش ليه ما حدش بيتكلم عليها. هلما او هلم دريم او هلما ديرم، انا مش فاكره اسمها قوي، زي ما انتم شايفين صورتها على الشاشه عشان اسمها صعب جدا في النطق بالنسبه لي. ده الرول الوحيد اللي بيقلل نمو الشعر وفي نفس الوقت بيفتح وبيزيل الريحه وبينعم المنطقه دي وبيخليها بيرفكت لو عندك اي التهابات الروح. وكمان سعرها 175 جنيه، الحجم قد كده. وكمان عندك كل الروائح، وكمان في من غير ريحه عشان شخصيا بحب قوي من غير ريحه، فده بيأخر نمو الشعر كويس جدا ويفتح المنطقه جدا جدا. الحاجات دي كويسه، الحاجات دي انتوا ما بتشوفوهاش ليه؟ وعلى فكره انا بتضايق قوي من بتوع
الصيدليات. لما بتخشي الصيدليه كده كل الدكاتره اللي هناك او البنات اللي واقفين كده بيقعدوا لازم تاخدي ده وده وده وده، ما بيقولولكيش انواع تانية رخيصه، لا بيقولوا الحاجات الغاليه. فانا شخصيا ما بصدقهمش، انا بحب اشوف بعيني. اقول لها طب الانواع اللي عندك كلها ايه، وريها لي. بقيت اعمل الحركه دي على طول، واكتشفت حاجات بالصدفه حلوه قوي زي اللي بقول لكم عليها النهارده دي. فما تاخدوش بالشكل او تسالوها احسن حاجه عندك ايه، هتقول لك اغلى حاجه. طبعا ما عايزه الصيدليه فات وتبيع اغلى حاجه، انت لا، انت خشي كده اكنك داخله سوبر ماركت، وريني اللي عندك 1 2 3 4 5 كده، شوفي كده وشوفي الاسعار، واقعدي قلبي كده واقري الكلام، واللي يعجبك خديه. ساعات الصدف بتكون احسن من 1000 ميعاد، والله الصدفه لما بتاخدي حاجه كده وتطلع حلوه قوي يا سعادتي. بتبسط قوي، فلوسي حلال الحمد لله. اوحش حاجه في الدنيا اني خلصت الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراكوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي فولو على الحاجات التانية، انستجرام، فيسبوك، كمان سناب شات، اللينكات تحت في صندوق الوصف. استناكم هناك. باي باي.